أهلا بيكم في نودي وأسماء. وأنا أسماء. السحور في رمضان ما يحلاش من غير زبادي، وخاصة بقى لمحبي الزبادي. والأحلى بقى لو عملناها بنفسنا، بتطلع معانا أحلى من اللي بنجيبها من السوبر ماركت. وكمان ممكن ننكهها بنكهات زي ما احنا عايزين. وهنعرف بقى ازاي نظبطها ونظبط قوامها وطعمها، ونعمل أحلى وأخف سحور. أول حاجة معانا اللبن، معانا لتر من اللبن، أو لتر وحبة صغيرين كده، نص كوب. أنا هنا مليت الشفشق للآخر، وإنما اللتر بيبقى أقل من كده بشوية. طيب نوع اللبن، أنا هنا استخدمت لبن بقري، بفضله أكتر حاجة في الزبادي. نسبة الدسم فيه بتبقى متوازنة، وبيدينا زبادي طعمها حلو ومظبوط. إنما الجاموسي بيبقى دهن، فبيبقى تقيل شوية في الزبادي. لكن في البعض بيفضلوا اللي هم من محبي الزبادي البلدي، فيعملوها بقى باللبن الجاموسي. وممكن نعملها باللبن بتاع السوبر ماركت، ولكن لازم يكون كامل الدسم. ورغم ذلك بيدينا نتيجة خفيفة جدا في الزبادي. فعشان كده احنا ممكن ندعمه، عشان بيبقى الدسم بتاعه برضه حتى لو كان كامل الدسم بيبقى خفيف شوية. فممكن ندعمه بكوباية كده من اللبن البودر، هيظبط معانا شوية. أول خطوة معانا، لو اللبن طبعا جاموسي أو بقري من اللبان، لازم يتصفى علشان لو في أي شوائب أو أي حاجة. فهنستخدم قطعة من الشاش الأبيض أو القماش الخام، هو اسمه كده. تاني خطوة معانا اللي هي غلي اللبن، ولازم نغلي اللبن كويس جدا. لكن لو هستخدم لبن السوبر ماركت، لا، أنا يدوب بدفيه بس، لأنه متعقم ومش محتاج تعقيم. فلبن السوبر ماركت لا بيدخل معانا لا في المرحلة الأولى ولا التانية، يعني لا بيتصفى ولا بيتغلي. أول ما اللبن يغلي والبوش يطلع لفوق كده، بنهدي الحرارة ونقلب الفوم ده علشان ياخد من نفس حرارة اللبن، علشان التعقيم. دي خطوة مهمة جدا. بعدها بعلي الحرارة مرة تانية، وأنا بقلب برضه، وهديها وأستمر في التقليب، وهكذا لحد بقى ما الفوم ده هنلاقيه داب مع اللبن وبقى خفيف جدا. حتى لو علينا الحرارة هنلاقي اللبن بيغلي، والفوم قل جدا واندمج مع اللبن، علشان أضمن التعقيم كويس. ممكن المرحلة دي بقى تاخد معايا من 12 دقيقة لربع ساعة. شايفين أهو اللبن بيغلي والفوم يدوب حاجة بسيطة جدا. بعدها بقى هنسيب اللبن يبرد تماما، وبعد ما يبرد هنحطه في التلاجة لتاني يوم، علشان أجمع الدهون اللي في اللبن أو القشطة بتاعته، علشان طعم الزبادي يبقى معايا أفضل حاجة. لكن زي ما قلت في البداية، في البعض بيفضل الزبادي البلدي، وبيفضل القشطة في الزبادي، وإن اللبن يكون بخيره. فكل واحد بقى على حسب مذاقه. قبل ما أحط الزبادي هندفي اللبن بتاعنا على درجة حرارة من 40 ل46 45. هنجسه هنلاقيه دافي، بس مستحملين الدفى بتاعه، يعني مش بنتلسع ولا حاجة. بالنسبة للزبادي أنا هنا هستخدم للتر اللبن علبة زبادي من بتاعة السوبر ماركت اللي هي الحجم الصغير. هنضيف الزبادي وهنخفق بالهاند بلندر أو في الخلاط، علشان أضمن بقى إن الزبادي اتوزعت كويس. أو ممكن ندوب الزبادي في شوية من اللبن صغيرين، وبعدها أوزعها في اللبن بمضرب يدوي على حسب المتوفر عندنا. وممكن لو حابين نستخدم من الزبادي البلدي نستخدمها، هتدينا قوام أكتر تماسك. ولكن أنا بفضل طعم الزبادي بتاعت السوبر ماركت، فإحنا ممكن نجرب دي ودي، ونستخدم الطعم اللي إحنا هنفضله ونحبه. ونراعي بقى إن الزبادي ما تكونش إنتاج جديد، يكون عدى عليها كده 4-5 أيام على إنتاجها، هتدينا نتيجة أفضل. بالنسبة بقى للفوم ده، ممكن نشيله أو نخليه، بيفرق بس في الشكل مش أكتر من كده. يعني لو الزبادي فيها فوم بتبقى مغرزة شوية، لكن لو شلنا الفوم ده بيبقى شكلها ناعم كده ولطيف زي اللي بنجيبها من السوبر ماركت بالظبط. هنشوف الشكلين معانا.
نوزع الزبادي بقى في علب بلاستيك أو فخار أو إزاز، أو ممكن كلهم في بولة واحدة، اللي حسب المتوفر عندنا. هنغطيها بقى بشكل محكم، لو الحاجة ليها غطا بغطيها، ملهاش بغطيها بقى بستريتش رول أو ورق ألمونيوم، علشان بخار المية ما ينزلش فوق الزبادي ويبقى الزبادي صيص معاه. آخر بقى حاجة هنضيف المية المغلية، نراعي إن المية تبقى أقل من ارتفاع الحاجة اللي أنا حاطة فيها الزبادي. هنغطيها بفوطة وأسيبها بقى لحد ما تتماسك على حسب درجة حرارة المكان أو الجو، في الشتاء أو في الصيف. في الشتاء بقى ممكن من 5 ل6 ساعات، في الصيف أقل من كده، ممكن 3-4 ساعات نلاقيها اتمسكت معانا. ما نسيبهاش وقت طويل علشان ما تبقاش طعمها لاذع كده ومش لطيف. في الشتاء ممكن أسيبها لمدة 3 ساعات بره، وبعدين بشغل لها الفرن 10 دقايق كده وأطفيها، وبعدها أحط فيها الزبادي هتكمل الخمور بتاعها. بعدها بقى أنا بضيفها في التلاجة تتماسك أكتر. أنا بفضل يعني أسيبها في التلاجة الحقيقة ليلة كاملة، بس ممكن بقى نسيبها من 3 ل4 ساعات كده بيبقى قوامها حلو. آخر حاجة بقى، لو أنا حابة أنكه الزبادي بتاعتي وأفضل تكون منكهات طبيعية، فمن الحاجات اللطيفة جدا مع الزبادي ولو جربتوها الفراولة، وهنعملها بشكل هتحبوه قوي مع الزبادي. معانا كوب من الفراولة، هنضيف عليه معلقتين كبار من السكر، وهنحطهم على النار لحد ما السكر ده يدوب وقوام السوائل اللي هتنزل هتقل معانا. دي السوائل اللي نزلت من الفراولة، نسيبها بقى على نار وسط ونهدي الحرارة شوية لحد ما كمية السوائل دي كلها بقى تتبخر وتقل وقوامها يتقل معانا كده. وصلنا للمرحلة اللي احنا عايزينها، هنطفي الحرارة ونسيبها تبرد تماما، وبعدها نحطها بقى في التلاجة لحد ما الزبادي تخمر معانا. دي الزبادي بتاعتنا وده قوامها وطعمها بيبقى لطيف جدا. دي بقى الفراولة اللي عملناها هنضيفها على الزبادي، بجد طعمها بيبقى حلو قوي قوي، جربوها. وممكن نقطع بقى موز أو مانجو أو أي فاكهة احنا بنحبها ونضيفها على الزبادي. فالموز من الحاجات اللي أنا بفضلها الحقيقة مع الزبادي، بيبقى طعمه حلو قوي. ونحليها بقى بالعسل الأبيض، بجد بيبقى طعمها رهيب. جربوها، هتحبوها قوي. شايفين الزبدية بقى أو الفخارة اللي هي جنب الموز، دي مغرزة، أما بقى الزبدية اللي هي في النص ناعمة جدا، واللي عند الفراولة بتبقى مغرزة حاجة بسيطة علشان كمية الفوم يعني ما كانتش كتير، وهكذا على حسب الفوم، فهي بتفرق بس في الشكل. كده وصفتنا خلصت، استنونا في وصفة جديدة مع نودو أسماء. رمضان كريم وبالهنا.